حياكم الله عشاق عالم الطيران في فيديو جديد. ملاحظة بسيطة قبل نبدأ. الفيديو اللي نزلته عن مطار البحر الأحمر الدولي في السعودية ما شاء الله حصل تفاعل كبير، وخاصة عندي في الانستغرام والتيك توك تجاوز نص مليون مشاهدة. بالمناسبة تابعوني هناك عشان تشوفوا محتوى يومي. المهم لاحظت أن التعليقات على هذا الفيديو طلعت شوية عن هدف الفيديو نفسه. الهدف كان عن مجال تخطيط وتصميم المطارات الايربورت بلاننج اند ديزاين، لأن تصميم المطار ما شاء الله جديد في عالم الطيران، لكن كم من واحد بس ركزوا على هذا الموضوع، باقي التعليقات كلها في صوب تاني، واضطريت أحذف كثير تعليقات مسيئة في اليوتيوب والتيك توك والانستغرام. المهم على سيرة تخطيط وتصميم المطارات، خلوني أخبركم عن مطار ناريتا طوكيو الدولي، اللي فيه واحدة من أكبر مشكلات بناء المطار، أكبر من مشكلة التكاسي في مطار القاهرة. مطار ناريتا في طوكيو لما قرروا اليابان يبنوه واجهوا أكبر معارضة من سكان المنطقة، وخاصة هذا الشخص اللي عايش في نص المطار وعنده مزرعة وبيت محوطين عليها بين مدرجين المطار. شو السالفة بالضبط؟ مستر طيران بيخبركم، ويلا على الفيديو. من أكثر الصعوبات في بناء المطارات هي يوم تجي تختار موقع المطار ويكون في منطقة سكنية وخاصة شعبية مثل المناطق العشوائية أو السلمس بالإنجليزي. في مطارات معروفة عانت من هذه المشكلة مثل مطار مومباي اللي جنبه واحدة من أكبر المناطق العشوائية في الهند. حاولوا أنهم يهدوها لتوسعة المطار، ولكن واجهوا معارضة من الناس اللي عايشين فيها، ولحد الحين تقدر تشوف هذه المناطق من الطائرة لما تهبط في مومباي. المهم مشكلة مطار ناريتا كانت أكبر بكثير. زمان كان موجود بس مطار هانيدا في طوكيو، بدأ مجال الطيران يتطور وتزيد الرحلات في اليابان، فشافوا أن مطار هانيدا ما يكفي، وشافوا أنه توسيعه صعب لأنه على البحر. المهم قرروا بناء مطار جديد، وجالسين يفكروا شو نسمي المطار، على أساس أن مشكلتهم الوحيدة بتكون الاسم ومو عارفين اللي جايهم. الموقع اللي اختاروه لبناء المطار فيه أكثر من 200 مزارع عايشين مع عوائلهم ومزارعهم، وطبعا في اليابان مو مثل أي دولة، المزارعين لهم حقوق خاصة وقوية، ما تقدر بكل سهولة تاخذ أرضهم. المزارعين رفضوا وعملوا احتجاجات اجتماعية كبيرة مع جهات بيئية وغيره، ورفعوا هاشتاج في تويتر. لحظة بدينا الكذب، ما كان في تويتر وقتها يا جماعة، أجربكم بس أشوفكم مركزين مع السالفة أو لا. المهم كان اسم هذه الاحتجاجات معاناة سانريزوك، اللي هي يا جماعة أكبر احتجاج اجتماعي في تاريخ اليابان إلى الآن. تأخر بناء هذا المطار وتعرقل أكثر من مرة بسبب هذه الاحتجاجات. فتخيلوا كان الإعلان عن المشروع في 1966، ما بدأ البناء إلا عام 1971، وما فتح المطار إلا عام 1978، يعني بعد 12 سنة من الإعلان عنه. وحتى اضطروا يحركوا موقع بناء المطار 4 كيلومتر عشان يرضوا المزارعين، لكن ما نفع الموضوع واستمرت الاحتجاجات، وتوقفت الرحلات فترة بسبب أنهم كانوا يبنوا أبراج ويسووا حريق عشان يأثروا على الطائرات في الهبوط في المطار، وكانت تتوقف الرحلات فترة ويتسكر المطار فترة ويرجع مرة ثانية وهكذا. حتى يوم الافتتاح تأجل لأن بعض المحتجين دخلوا إلى برج المراقبة وكسروا الأجهزة وكل شيء، اللي سبب خسارة توصل لنصف مليون دولار حسب مصادر المطار. واضطروا في يوم الافتتاح يجيبوا 16 ألف شرطي للحراسة، ومع ذلك صارت ربشة وقطعوا المحتجين بعض المصادر للماء والكهرباء على المطار وغيره. يعني كان يوم افتتاح حافل ولا ينسى. وبسبب هالمشاكل تم بناء جدار عازل حوالين المطار مع سلك شائك لزيادة الأمان في محيط المطار. طبعا حاولوا تعويض المزارعين بالفلوس، بنعطيهم فلوس ويغادروا، لكن قليل منهم اللي وافقوا، والأغلب رفضوا واستمروا بالاحتجاج، وأشهرهم هذا الشخص تاكاو شيتو. تاكاو شيتو رفض مغادرة بيته ومزرعته اللي موقعها في نص المطار، ورفض تعويض هو ووالده يوصل إلى 1,500,000 دولار عشان يترك المزرعة ويغادر. 1,500,000 يا جماعة، معقول الخضروات والفواكه اللي في مزرعتك أغلى من 1,500,000؟ بتستغربوا مثلي إنه خذ الفلوس يا خوي وروح عيش وسوي 100 مزرعة. يا عزيزي الموضوع عنده أهم بكثير من الفلوس. هذه الأرض عايشين فيها أهله وتوارثوها لأكثر من 100 سنة، ونفس الموضوع لباقي المزارعين. وأيضا الأرض كلها في هالمكان كانت لإمبراطور ياباني قديم مشهور عندهم حسب ما سمعت، اللي أمر بالزراعة في هذه المنطقة، عشان كذا الموضوع مو سهل عندهم، مستمرين بالاحتجاج. المهم تاكاو قاعد مستمر بالحياة والزراعة يوميا في نفس المنطقة اللي كان فيها 85 منزل حسب كلامه، والحين هو الوحيد، مع أنه معرض للتلوث البيئي من محركات الطائرات يوميا. يا رجال يكفي إزعاج صوت الطائرات اللي في واحد من أزحم المطارات في العالم حاليا، يعني كل شوية إقلاع وهبوط، تخيل. ومثل ما تشوفوا يلبس كمام أغلب الوقت. واضطروا المطار يميلوا ممر المطارات مثل ما تشوفوا حوالين مزرعته، ويبنوا جدار فاصل بين مزرعته ومدرج المطار. في 2023 قبل أشهر تم نشر خبر أن المحكمة أصدرت أمر بإزالة بيته ومزرعته بعد كل هذه السنين، على أساس أن هذه الأرض ملك لليابان ومو ملك خاص لأي حد. وبدأت السلطات في تنفيذ الإزالة حسب المصدر، ولكن خرج تاكاو وبعض الناس واحتجوا أيضا، وقدروا يزيلوا جزء من المزرعة لكن ما قدروا يزيلوه تماما. سبحان الله الحب الكبير لهذه المزرعة اللي أفنى فيها حياته طوال هالسنين، وفي كل المقابلات اللي سووها معاه يتكلم أن هذه الأرض تعني له كل شيء. مثل المقابلة اللي قال فيها، واسمعوا الترجمة: هنا يا حياتي وهنا يا مماتي، ماني برايح مكان ولو أعطونا ملايين. ومثل ما قال الشاعر:
دام حب الدراهم في العباد مغروس، بعدها كل حب في الصدور يهوي. لو نحب الزراعة مثل حب الفلوس، ما ظلمنا رفيق ولا نسينا خوي. صح الله لسانك يا تكاو بنشيتو، والله انك كفو. المهم مثل هالمشاكل واردة في عالم الطيران يا جماعة، اللي هي متعلقة بالجانب البيئي والحفاظ على البيئة بشكل عام. وموجودة هالأمور في مطارات مشهورة اللي تضطر تغير بعض الجوانب في المطار أو تسكر المطار، اللي مثل مطار هيثرو عشان الإزعاج للسكان المحيطين بالمطار. وإي نعم، إذا البعض منكم مو عارف، مطار هيثرو يسكر في الفترة المسائية، وراح أسوي فيديو إن شاء الله أشرح الموضوع بالتفصيل. دام دخلنا بهالموضوع، خلونا نشوف أهم الأشياء اللي لازم تشيك عليها قبل اختيار موقع المطار. في 3 جوانب مهمة. أولها هي الجوانب البيئية، واللي منها مثلا إن لازم تشيك نوع التربة في الموقع وحالتها، وهل هي مناسبة لتحمل البناء اللي ناوي تبنيه في المطار. وأيضا دراسة الرياح في موقع المطار. بتقول لي شو دخل الرياح اللي لازم أدرسها؟ نمط الرياح يا عزيزي واتجاهها في موقع المطار بيساعدك تعرف كيف بيكون شكل المدرج عندك وبأي اتجاه راح تبنيه، عشان الطائرات ما تهبط برياح جانبية طوال الوقت. فبالعادة يدرسوا نمط الرياح في الموقع لمدة سنوات ماضية، مثلا في آخر 10 سنوات، عشان يعرفوا يبنوا المطار بالطريقة الصحيحة. وأيضا من الجوانب البيئية لازم تدرس تواجد الحيوانات والطيور في المنطقة، وفي مطارات يوظفوا ناس خاصين بالطيور والحيوانات عشان ما يتسبب بحوادث لاحقا. وأيضا مستوى الرؤية والضباب في الموقع، هل دائما في ضباب؟ وإذا في ضباب كيف مستواه بالضبط؟ وأيضا تلوث الماء والهواء والإزعاج الصوتي للمنطقة المحيطة بالمطار، هل في سكان قريبين أو لا؟ وإذا فيه، هل سهل نقلهم إلى مكان آخر أو لا؟ وهذا اللي ما درسوه قبل بناء مطار ناريتا. الجانب الثاني هو جانب المساحة، يعني مثلا هل عندك مساحة كافية عشان تشبك المطار لاحقا بالشوارع العامة والمواصلات مثل المترو وغيره؟ وأيضا هل في عوائق محيطة بالمطار مثل جبال، أودية وغيره؟ وهل في مساحة إضافية للتوسع في المستقبل؟ عشان كذا تشوف بعض المطارات عندها مساحة كبيرة فاضية غير مستخدمة، يخلوها للتوسع المستقبل. وأيضا لازم أعرف نوع وحجم الطائرات اللي راح تهبط عندي عشان أوفر المساحة المناسبة لتشغيل الطائرات في المطار. الجانب الأخير هو الجانب الاقتصادي، وفي أشياء مثل هل عندك رأس المال الكافي للبناء الكامل وما راح يتعرقل البناء لاحقا، وتوفير خطة كاملة اللي هي الماستر بلان لتطوير المطار على المدى البعيد. وأيضا هل بقدر أوفر كل التصاريح المطلوبة في هذه المنطقة؟ حتى لو حاب أهدم مبنى أو أزيل مزرعة لازم أتأكد هل بقدر أطلع كل التصاريح أو لا. وأيضا أدرس هل بيكون في طلب من شركات طيران للهبوط في المنطقة هذه، أو إنها بعيدة جدا عن المدينة مثلا والمسافرين ما راح يحجزوا لهذا المطار. وأخيرا هل قادر أوفر أماكن كافية للمحلات والسوق الحرة وغيره عشان أستفيد من المستأجرين بأكبر قدر ممكن. فهذه لمحة مختصرة عن أهم الأشياء اللي لازم تشيكها قبل لا تختار موقع بناء المطار. وعلى سيرة المساحة، ليش أصلا مطار ناريتا محتاج هالمساحة الكبيرة؟ أغلب المطارات يا عزيزي في العالم يحتاجوا مساحة كبيرة، سواء للتوسع المستقبلي مثل ما ذكرنا أو لأسباب أخرى. مثلا مطار الملك فهد الدولي في الدمام هو أكبر مطار في العالم من حيث مساحة موقع المطار، 776 كيلو متر مربع، يعني مثل مساحة البحرين تقريبا. ولكن مو كل المساحة مستخدمة في المطار، ولسه في جزء كبير غير مستخدم في مساحة الموقع. ويجي وراه مطار دنفر في أمريكا، اللي هو أكبر مطار في أمريكا من حيث مساحة الموقع، اللي حتى في من الأمريكيين مستغربين إن هل فعلا هذه المنطقة تحتاج مطار بهذه المساحة. ويجي وراهم مطار اسطنبول الدولي ب 77 كيلو متر مربع. نرجع لموضوع شيتو المزارع. البعض قال إن شيتو محظوظ إنه في اليابان اللي فيها قوانين قوية للمزارعين، لو في دولة أخرى كان الموضوع بيكون غير ويمكن يطلعوه بالقوة. واللي واضح يا جماعة إن قبل لا يبدأوا البناء ما توقعوا تكبر المشكلة لهذه الدرجة وتكون أكبر احتجاج في تاريخ البلد، وتعلموا من هذه المشكلة، لأنه لما بنوا مطار كانساي الدولي في أوساكا لاحقا قالوا مستحيل نعيد مشكلة المزارعين والسكان، وبنوه في البحر مثل ما تشوفوا بعيد عن المزارع والصداع. شو رأيكم؟ هل شيتو وجماعته المزارعين مكبرين السالفة ومسببين عائق لتطور مطار مهم لليابان مثل مطار ناريتا، أو أنه عندهم الحق في الاحتجاج هذا اللي استمر سنين وصار أطول احتجاج في تاريخ اليابان؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.